لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لن تصدق جمال وروعة منزل صفي ناز أو جورجيان. هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، ولدت في 20 ديسمبر في الاتحاد السوفيتي. بدايتها كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت نتجتها قناة دلع، لكنها حازت على شهرة غير عادية بسبب ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013. قامت العديد من الدعوات من الوسط الفني ومن خارجه تطالب بطردها من مصر، واتخذت هذه الدعوات العديد من التبريرات مثل كونها تمارس المهنة دون ترخيص. وصل الأمر بالبعض إلى اتهامها بالجاسوسية. قامت الراقصة صافي ناز بارتداء بدلة رقص مكونة من ألوان العلم المصري في شهر مايو من عام 2014 في اليوم السابق لانتخابات الرئاسة، وعقب ذلك رفعت دعوى ضدها اتهمتها بإهانة العلم المصري في 2014. وقضت محكمة جنح مستنفي العجوزة في 2015 برئاسة المستشار طارق وأمانة سر صابر صبحي بتأييد حبس الراقصة صافي ناز 6 أشهر بتهمة إهانة العلم المصري، وصدر الحكم غيابيا لعدم حضور المتهمة أو دفاعها، لكنها برأت من التهمة. تصدرت الراقصة صافي ناز قائمة الأشخاص الأكثر بحثا في جوجل في مصر خلال 2014، متفوقة بذلك على خالد صالح. وعن جمال منزلها، وصفت صافي ناز منزلها بأنه من أكبر المنازل الموجودة، ولديها منزل كبير الحجم، والمنزل يتسع لأكثر من شخص، ولديها منزل بمصر ويعتبر فيلا بسبب جمالها، ولديها أيضا منزل عائلة بروسيا.